المغرب يسير نحو الهاوية، نحو الانفجار، نحو اللا دولة. لا توجد دولة بالمغرب. الأمر أشبه بقبيلة تسيرها عصابة بالحديد والنار. الدولة تتجه إلى ما يسمى بدولة الغاب، حيث لا مكان للضعيف، لا مكان للفقير ولا للمعوز، بل البقاء للأقوى، للوحوش، للقتلة، للمجرمين وللفاسدين. لكن كل هذا الكلام الذي سبق لا فائدة منه على الإطلاق إن لم يعزز بأدلة قاطعة تؤكد صحته، لكي يخرس من ينادي عاش الفساد. إذن سنسرد لكم بعض الأدلة. مثلا عدة جرائم تكشف بالدليل القاطع ولا تحرك الدولة ساكنا بخصوصها، وتقول بشكل رسمي أن القانون فوق الفقراء وتحت أقدام الفاسدين. المثال الأول: خالد عليوة، مدير القرض العقاري والسياحي، تم اعتقاله على خلفية اختلاس أموال الشعب. بقي في السجن لمدة 9 أشهر. ماتت أمه، أعطاه الملك رخصة لحضور جنازة أمه. أين المساواة مع أبناء الشعب؟ هل كل سجين ماتت أمه يحصل على رخصة لحضور دفن أمه؟ بعد الرخصة أرسل الملك للرجل برقية تعزية قرأت في العزاء بحضور رجال الدولة. بعدها تأثر القضاء بهذا التقدير من المؤسسة الملكية وتم إطلاق سراح عليوة. لم يعترض الملك: لم آمر بها ولم تسؤني. هل كنتم تعتقدون أن خدام الدولة يعاقبون؟ القانون تحت أرجلهم وفوق رؤوس الفقراء. تم اعتقاله لامتصاص غضب محتجي 20 من فبراير، وسيتم تعويضه على كل الأصعدة. وها هو عليوة اليوم يقوم بدوره داخل الاتحاد الاشتراكي، ينتقد طلب الحزب بالملكية البرلمانية ويدافع عن الملكية المطلقة. عرفت دابا علاش خرج من السجن برخصة من الملك؟ هنا السؤال: من أثبت تهمة الاختلاس في حق عليوة؟ إنه ليس زيان ولا المهداوي ولا الصحافة ولا أنا ولا أنت، إنه المجلس الأعلى للحسابات الذي يعين رئيسه الملك نفسه. السؤال: هل هذا المتهم بالفساد من طرف الدولة نفسها هو الوحيد الذي يستفيد من العفو رغم الإدانة بالدليل؟ لا لا لا. 2015 توفيت والدة عبد الحنين بن علو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات. رخص لبن علو لمغادرة سجن عكاشة الذي يقبع فيه منذ أزيد من عامين بسبب جرائم تتعلق باختلاس أموال الشعب واستغلال النفوذ. وحضر بن علو مراسم دفن والدته. خدام الدولة عزاز حتى وإن ثبت فسادهم، بل تحبهم الدولة لأنهم فاسدين. السؤال: هل سيستفيد مثلا حمودة أو ملك سكيطة أو الساخط أو باقي سجناء عكاشة من أبناء الشعب من مثل هذه الامتيازات؟ هل سيسمح لكل سجين ماتت أمه بحضور جنازتها؟ لا يا حبيبي. من شرمل شخص يحاكم على الهواء. سيزموس والله ما كنتش مستدرع. وفعلا عرضنا المشتكي لسرقة دراجة. كان صديقي يحمل قنانة زجاجية. انت مكتهز والو؟ والله ما لم اكن حاملا اي شيء. ومن شرمل شعب بأكمله يعفى عنه وتراعى أحاسيسه ومشاعره. سؤال آخر: هل تمت مراعاة ظروف المعاق الذي اعترض موكب الملك؟ راه يدو معذور محيد عليه وراه غير كيسعى صافي باش يعيش وما عندو باش يخدم، ما عندو ما يخدم. حنا تنسرحوا عند الناس، تنطالبوا يعطيه فاش يعيش. وحكم عليه ب3 سنوات سجنا رغم أنه معاق. راه إلا بقى يقول لي شي واحد أن في المغرب توجد دولة وقانون سأكسر أسنان أمها. المثال الثاني: مثلا إخفاء وثيقة من طرف الشرطة في قضية الخاي ولم تحرك الدولة ساكنا ولم تعتقل أحدا. جريمة إخفاء وثيقة ودليل على جريمة تقابل بالتجاهل. إنها بلاد اللا قانون. إخفاء وثيقة جريمة، لكن القانون تحت أقدام المجرمين لا يطالهم ولا يطبق عليهم. الرجل ما يزال في السجن والقضاء يتماطل، على عكس قضية مرداس. فمرداس اتهمت زوجته بقتله، مواطنة عادية. أما قضية الخاي فتضم أسماء خدام الدولة، مدير مخابرات وغيره. إذن لصق تهمة لولد الشعب مغربي كبش فداء. المثال الثالث يتعلق بمعاكسة الإرادة الشعبية ضد مع الشعب. الدولة تقول لكم اللي في جهدكم ديروه. مثلا تعيين حصاد وزير الداخلية السابق الذي يكرهه كل الأساتذة الذين جلدهم وكسر عظامهم ومسح بكرامتهم الأرض. اليوم يتم تعيينه كوزير للتعليم ضد في الأساتذة اللي في جهدكم ديروه. المثال الرابع:
تعيين الفتيت الذي سخط عليه الشعب بعد حصوله مع مجموعة من خدام الدولة بدون وجه حق وبشكل غير شرعي على قطعة أرضية ب 300 درهم للمتر، في حين أن قيمتها أكثر من 1,000,000 سنتيم للمتر. تم تعيين هذا الفتيت وزيرا للداخلية. زعما تبا لك أيها الشعب اللي في جهدك ديرو. بل حتى الموظف الذي منح الأراضي لخدام الدولة تمت ترقيته قبل يومين إلى منصب عامل. احتقار الشعب الذي تم تجهيله وتكليخه. ثور، تفرقع، موت قاع، ما كيهمناش رأيك أصلا، أنت غير عبد لا يحق لك الاعتراض. المثال الخامس، صفقة مشبوهة خطيرة 30 مليون دولار لأخنوش كشفها رئيس حزب محترم ووزير حقوق الإنسان السابق زيان، ورغم ذلك لم تأمر الدولة بالتحقيق في الأمر وتم تجاهل القضية، مع أن الأمر يقتضي أن يعاقب إما زيان لأنه يكذب أو أخنوش لأنه مذنب، لكن وعلى خلاف كل دول العالم المحترم تم تجاهل الأمر. الدولة تقول لنا أن هؤلاء فوق القانون، لا تحلم بمحاسبتهم أو حتى التحقيق معهم. من أنتم؟ من أنتم؟ المثال السادس، عدم استدعاء القائد المسؤول عن وفاة أمنا فتيحة إلى اليوم 2017 ولم يحاسب حتى على ضربه لها رغم وجود مئات الشهود والأدلة. الدولة تقول أن القانون فوق العبيد الفقراء وتحت أقدام خدام المخزن. معطيات صادمة عن واقع المغرب الحقيقي، تفشي الهدر المدرسي بشكل كبير وتدني جودة التعليم بشكل فظيع، بل تدمير التعليم بشكل تام، حتى أنه أصبح بالأرقام أسوأ من دول إفريقيا جنوب الصحراء. التعليم العالي يحتضر وبالتالي جيل أمي في مستقبل العلم. تكلفة المعيشة تضاعفت والأجور باقي 2800 درهم، كيخلص منها الشاب 700 درهم كراء، الموظف 500 درهم، ومصاريف الأكل والاتصال والتنقل. ما كيبقى والو للشاب المغربي، لا يستطيع الزواج. انتشار العنوسة بأرقام خيالية مؤخرا. كل المعطيات تشير أننا نسير نحو الهاوية، ولا يوجد من يدق ناقوس الخطر من أجل تدارك الأمر. كل شيء ساكت، إما بسبب الجهل والأمية أو الخوف من السجن أو الخوف على المصالح. لذا سأدق ناقوس الخطر وسأقول ما يجب قوله وستتذكرونه في يوم ما، رغم أن ثمن قول كلمة الحق في هذا البلد غالي جدا. هناك مئات بل آلاف القضايا المشابهة، ولولا ضيق الوقت لعرضناها لكم، ولكن هذه الأمثلة تكفي، والتي يعلم تفاصيلها وزير العدل السابق والحالي، ووزير الداخلية السابق والحالي، والديوان الملكي، والمخابرات، والنيابة العامة، وكل الدولة، ولا يحركون ساكنا، لأننا لا نعيش في دولة. إن سياسة قانون الغابة معتمدة وبشكل رسمي من طرف السلطات العليا والسفلى وغيرها ضد العبيد الفقراء. إنهم لا يعتبروننا بشر، لا يقدرون إنسانيتنا، يستثمرون فينا في حقوقنا، يستخفون بنا بعقولنا بأصواتنا، يحتقروننا ويسخروننا لخدمتهم بالحديد والنار والسجن والقمع. فالقانون لن ينفعك في هذا البلد حتى وإن امتلكت الدليل، وستسجن حتى بعدم وجود دليل يدينك، ستلفق لك التهم. والدولة من المقدم إلى الملك لا تحرك ساكنا، وإذا استيقظ ضمير أحدهم يعزل. حتى الصحافة محكومة مقموعة، فالإشهار قطاع الإعلانات محتكر من طرف المخزن. أما من تحدى العوائق المادية من الصحفيين وبدأ بالعمل الحقيقي دون إعلان أو دخل يحارب، يحاكم، يؤدي الغرامات، يحاولون إسكاته. إن الدولة بهذه الطريقة الغريبة التي لا يوجد لها مثيل ولا مكان في مصاف الدول المتقدمة أو التي على طريق التقدم تقول لنا أنه لا وجود لدولة الحق، لا تستحقونها، لا يوجد قانون، لا توجد مؤسسات. تقول لنا الدولة أنكم مجرد حمير تعيش في غابة، البقاء فيها للأقوى، لا مكان للضعفاء. القانون وجد ليطبق عليكم وليس على خدام النظام. وكأنها تقول للشعب أن وسائل النضال والتعبير السلمي لن تنفعكم. هل هذا يعني أنها تدفع الشعب للانفجار، للتغيير العنيف؟ هل من يحكمون المغرب يدفعونه للتخلف أكثر فأكثر؟ ما هو الأهم بالنسبة لهم؟ أن يتطور البلد إلى بلد ديمقراطي، بلد الحق والمساواة، أو أن تتطور ثرواتهم وسيطرتهم وجبروتهم ولو على حساب مستقبل شعب وبلد بأكمله؟ سيلعنكم التاريخ وستلعنكم الأجيال القادمة وسيلعنكم الخالق. أما الآن فأنتم الغالبون، ولن تقوم لهذا البلد قائمة إذا استمر على هذا الطريق. أما الحل فبيد السائق. سامحوني على هذا الفيديو، لكنه الواقع والوجه البشع لحال البلد الذي يخفيه إعلام السلطة عنكم.
ولم أكن لأصدق هذا لولا الأدلة القاطعة التي أكتشفها، تصدمني وتدهشني وتخيفني كل يوم. لقد فقدت الأمل فعلا، لكن ورغم أن سفينتنا تغرق فهذا لا يعني أننا سنتوقف عن الصراخ. ما تنساش تضغط على زر الجرس اللي قدام زر الاشتراك إلا بغيتي تشوف شي حلقة أخرى.